من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، يمسي الفتى ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صبي كان يأمل غنى قد مات وقد ضمته ظلمة القبر، إلى آخر ما هناك ما يقول الشاعر: تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليلك أو هل تعيش إلى الفجر. حدثني رجل قال لي كان واحد مين ما دعا يقول له مالي فاضي، هذا الرجل كلمة يقول له تفضل نروح نتغدى، يقول له مشغول، فأتعشى مشغول، تعالوا معي على الدرس مشغول. فقال له يوم من الأيام بدك تروح معي بس 5 دقائق. قال له 5 دقائق 6 دقائق ترى مالي فاضي، أنا عندي زحمة شغل وعندي عمل وعندي وكذا. قال له خلاص 5 دقائق. قال ركبوا بالسيارة، هو بيحكي لي جرت معه، ركبوا بالسيارة وداه على أقرب جباني له. قال له اسأل لي في حدا من الأموات إجا لهون وخلص شغله؟ قال له لا. قال له إذا معناته أنت إمتى يخلص شغلك؟ حتموت وما تخلص. قال له الآن وين بتريد خدني، في عزيمة، في مجلس علم، في درس، خدني، لأنه اتعظ بمثل عمل. وهو أنه الإنسان مشغول. قل لي يا ابن التعبان والحفيان إمتى تتفرغ إلى طاعة الله؟ لأنه يقول بعد ما أتخرج، بعد ما أتوظف، بعد ما أتزوج، بعد ما أزوج أولادي، بعد ما أفرح بأحفادي، بعد ما أتزوج 700 ولد من أحفادي، بعد كذا بيجيه الموت والقبر. هو الإنسان كما قال الشاعر: تقول نفسي غدا أو لا بعد غد، يا نفس يكفيك هذا القال وهو القيل. ولذلك المؤمن بده ينظر إلى هذه الكلمة. أنا عم بشرح زرتم المقابر، ما هو زيارة رجعت، وإنما المراد مت ورحت على القبر، فليس مقامك في القبر حسب شعورك بها إلا لحظات، وبها اللحظات قد تعذب عذاب الثقلين ما له علاقة، لأنه الامتداد في العذاب يختلف عن الإنسان عندما ينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه. يعني في بعض المؤمنين بياخذ له رأدي، بياخذ له غفة، ما بحس إلا قامت القيامة. وبعض الناس والعياذ بالله المزربات والخاصة هذول يعني اللي اغتابوا الناس، اللي حملوا النميمة ونخلوها، أو لربما منعوا الزكاة، يعني ذنوب محددة في الإسلام بين رسول الله عذاب القبر فيها. فهؤلاء لربما تكون الثانية عليهم سنة، لربما الثانية تكون عليهم دهرا، لربما الثانية تكون عمرا مديدا، لأن العذاب للعذاب